السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم وصفة حلوة قوي، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع سندوتشات مدارس، تعملوا بيها كل الوصفات. حاجة كده سهلة سريعة لذيذة هتاكلوا صوابعكم وراها. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت طاسة، نزلت فيها بحوالي 4 أو 5 معالق كبار من الزيت، سخنوا معايا. كنت محضرة بصلاية كبيرة مقطعاها صغير ونزلت بيها، وعليها رشة ملح ورشة فلفل اسود. الملح بيخلي البصلة تدبل معايا بسرعة. تيجي بقى ايه اقلبهم كده لحد ما يبتدي البصل بتاعي يدبل معايا. طبعا احنا بقى مش هنبقى فاضيين نقعد نقلب في البصل، احنا بنسيب البصل كده على نار متوسطة ونبتدي نخرط في باقي الوصفة. طبعا الوصفة دي مكوناتها موجودة عندنا في البيت، وعايزة اقول لكم ما بتكلفناش 10 جنيه حتى، بسيطة جدا جدا. كنت بقى ايه مقطعة فلفل حامي بس مش كتير طبعا عشان نعرف ناكل الوصفة. لو حابة تخليه رومي مفيش مشكلة. خدت حتة صغيرة فلفل حامي احمر على قرن فلفل اخضر مقطعاه صغير كده، ونزلت بيه يتشوح مع البصلايه. عقبال بقى ما الاتنين دول يتشوحوا مع بعض كده، كنت مسكت فصين من التوم قشرتهم ويدقيهم في الهون، تجيبيهم كده وتقطعيهم تخريطة رفيعة عشان تبتدي تتشوح وتدي البصل والفلفل نفس الطعم. اديها برضو تقليبة كده. الله على ريحة البصل والثوم مع بعض، بقى حاجة كده تفتح النفس. قلبهم بقى كده. هكون بقى ايه عقبال ما يبتدي يدبل شوية، اكون مقطعة معاكم طماطمتين كبار متقطعين مكعبات صغننة وانزل بيهم. تيجي بقى ايه ادوب كل ده بقى مع بعضه تقليبة حلوة كده، واديها برضو رشة ملح واديها رشة فلفل اسود عشان تبتدي الطماطم تدبل معايا. اختياري بقى من عندي، انا هجيب معلقة مش مليانة من الصلصة وهنزل بيها. لو انتوا حابين تبقى طماطم بس كده خلاص مفيش مشكلة. انا بحب الحاجة تبقى يعني لونها غامق، بحبها تبقى حمرا، فهنزل بمعلقة مش مليانة من الصلصة. سيبها بس ايه الطماطم تدبل معايا مش تتسبك. هنزل كده ايه معلقة كده بما يعادل المعلقة بتاعت الاكل بس مش مليانة اوي من الصلصة. ادوبهم كده مع الخليط التحفة ده اهو زي الفل كده. خليطي جاهز وبالنسبة لي تمام. تعالى بقى نجيب المكون اللي هننزل بيه دلوقتي، اللي هو هتجيبيه ب5 جنيه او ب10 جنيه، وننزل بيه بقى على الخليط التحفة ده. عايزة اقول لكم الوصفة بتتعمل ما بتكملش ال5 دقايق، يعني سريعة واقتصادية وتنفع في ال3 وجبات وسندوتشات مدارس. بصوا يعني تنفع في كل الاغراض. جبت بقى ب10 جنيه فول. بصوا بقى الجمال والحلاوة، بجد تحفة قوي ما شاء الله، ولسه معمول بقى سخن كده، ولسه جايباه من عربية الفول دلوقتي. فعايزة اقول لكم خطير يعني، بجد هو مش محتاج اصلا كل حاجة، يعني هو لوحده طعمه تحفة. عملت له بقى الخليط التحفة ده، وكمان هعمل معاكم حاجة تانية، ان انا هاخده هضربه بالهاند بلندر، فهيصبح فول شبه الفول المحطوط في العيش الشامي بتاع السندوتشات كده بالظبط، بس ده فول محمر. دي فولية كده لقيتها غامقة فقلت لا استبعدها مش عايزاها، دي مش حاجة تانية، دي فولية غامقة بس شوية. تمام. ممكن تاكلوه كده قوي، ممكن تاكلوه كده بحبايته. انا بس طبعا انا كنت حاطه الملح والفلفل على قد المقادير، فطبعا الفول نزل فكده هتبقى مسخه معايا، فبزود لها شويه ملح وشويه فلفل اسود وكمان معلقه خل. الله على معلقه الخل، خطيره، بتودي الطعم في حته تانية خالص. بقلب بقى كده المكونات الحلوه دي في بعضها. عندك هاند بلندر هتضربيهم بالهاند بلندر، ما عندكيش اصبري لما يبرد الفول
وانزلي بيهم واضربيهم في الخلاط. حابه تهرسيهم كده بايديكي اهرسيهم، حابه تسيبيه بحاله كده مفيش مشكله، الطريقه اللي بتحبيها اعمليها. هنا بقى هضربه بالهاند بلندر، اتضرب معايا بقى بالمنظر ده، شايفينه؟ هجيب بقى، بصوا جمال ناعم جدا وانسيابي وتحفه، وبيبقى حلو قوي في السندوتشات. هنزل عليه كده بعصره ليمونه وشويه زيت على الوش، ويبقى عندكم احلى طبق فول او سندوتش فول هتاكلوه. انا متاكده ان انتوا يعني مش هتجيبوه من بره تاني. اصلا السندوتش من بره نص رغيف اصلا بيتباع ب10 جنيه، يعني حرام. انا عملت كل الطاسه دي ب10 جنيه، اللي هي ممكن تعملكم مثلا بتاع 20 رغيف. شايفين الجمال؟ عندكم بقى زيت حار، حطوا كده شويه زيت حار. مفيش زيت حار، زيت عادي، مش عايزين تحطوا زيت ما تحطوش، بس انا بوريكم القوام قد ايه، القوام بتاعه تحفه. هنزل كده بس معلقه او معلقتين كده من الزيت على الوش، وبألف هنا وشفا يا جماعه. جربوه زي ما قلتلكوا، الطاسه دي تحفه قوي. زي ما قلتلكوا تنفع فطار، غدا، عشاء، فطار في المدرسه، سندوتشات، تنفع سحور في رمضان. حلو وجميل ولذيذ وطعمه هيعجبكم جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.